السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مكرونة فرن او مكرونة بشاميل، طريقة سهلة وبسيطة وجوسي وطعمها جميل جدا. اتمنى انها تنول اعجاب حضراتكم. اولا هنجيب كمية من البصل ونخرطها ناعم بالشكل ده. انا بحب ان انا اخرطها بالسكينة، ما بحبش ان انا اخرطها في الكبة ولا الكلام ده. السكينة بتديها طعم كويس. معايا شوية من اللبن، معايا 2 كيلو من اللبن دول مجمدين، هرفعهم على النار عشان يغلوا. والمكرونه اللي انا هستخدمها حسب الكميه اللي انت عايزاها، انا هعمل صينيه كبيره وصينيه صغيره. تمام. هجيب بقى البصل مع شويه زيت كده وارفعهم على النار. احنا رفعنا اللبن على النار علشان يغلي. تمام. هشوح بس البصل بالشكل ده تشويحه، بس مجرد ان البصل يدبل فقط لا غير. اروح حاطه له شويه من الملح واخليه يتدبل. تمام. وبعدين انزل عليه باللحمه بالشكل ده، يعني ما تصفريش البصله، خلي البصله فاتحه زي ما هي، يا دوبك تدبل بس. تمام. هنا اللحمه بس كانت مجمده شويه، فانا هشوحها في البصل لحد ما تفكك التلج اللي فيها بالشكل ده كده. هحط كل الكميه بتاع اللحمه واسيبها تفكك، وبعدين احط عليها شويه من الفلفل الاسمر، وانزل عليها بعصير الطماطم، شويه من عصير الطماطم كده، وانزل عليها واقلبهم كويس واظبط الحدق بتاعها. يعني انا بحطش عليها اي بهارات تانية، هو ملح وفلفل فقط لا غير. تمام. انا ما بحبش النكهه تكون زياده بتاعه التوابل بالشكل ده كده، واسيبها بقى مع نفسها تستوي. اللبن غلي على النار، هنعمل الكريمه. طبعا هنا اللبن سخن، فهحط شويه بس من الفلفل الاسمر وشويه من الملح ومكعبات من المرق اللي انا كنا عاملاه، وطريقته موجوده على القناه، ممكن ترجعوا لها حضراتكم لو حابين. هجيب لكل كيلو من اللبن 4 معالق كبار من الدقيق. تمام. هدوبهم في شويه ميه وهنزل بيهم على اللبن. انا عملت كده لان اللبن هنا سخن، لكن لو في حاله ان اللبن بارد ممكن اروح حاطه الدقيق واقلب على البارد وبعدين ارفع على النار. تمام. هنا عشان هو سخن انا دوبت الدقيق في شويه من الميه، وبعدين نزلت بيهم كده مع التقليب المستمر، وما ارفعش ايدي خالص من الحله وانا بقلب، بدل اقلب فيها لحد ما تستوي. تمام. عشان ما يحصلش اي تكتلات او ما تلزقش في القعر. تمام بالشكل ده لحد ما تعمل بابلز دي كده، يبقى هو كده الدقيق استوى. تمام. وانا خدت السمك المطلوب. لو حسيتي انها خفيفه بزياده ممكن تبوشي شويه دقيق في شويه ميه. تمام. حبه صغيرين وتزودي حبه بحبه. هنيجي بقى هنا لسلق المكرونه، طبعا كلنا بنعرف نسلقها. الميه مغليه على النار، سقطت فيها المكرونه وظبطت عليها الملح بتاعها، وسقطت معاها قالب برضو من مرقه الدجاج. تمام. هي كده بقت بعد ما استوت انا ما بسويهاش تمام السوا، انا بخليها ايه نص سلقه، يعني فيها القرشه شويه، يعني ما تاكليها كده تحسي انها لسه فيها تكه كده نيه شويه. تمام. كده اللحمه استوت، المكرونه استوت، الكريمه جاهزه. هجيب بقى كبشه من الكريمه كده، او كبشتين حسب الكميه اللي عندك، واروح مقلبهم فيها كده مع معلقتين من اللحمه المعصجه. تمام كده، واقلبهم كويس كلهم مع بعض. هجيب بقى معلقه كبيره من الكريمه وافردها في الصينيه بالشكل ده في قعر الصينيه قبل ما احط المكرونه. تمام. واظبطها كده وافردها في القاع الصينيه، وافرد عليها جزء من المكرونه اللي انا هستخدمها، الطبقه الاولى من المكرونه، وافردها كويس واحاول ان انا اسويها وحسب ما انا عايزه الطبقه كبيره او رفيعه، بس انا طبعا بحب انها تكون مظبوطه وكويسه. تمام بالشكل ده كده. وتوزعي اللحمه وتحطي الطبقه التانية من المكرونه وتوزعيها. تمام بالشكل ده. انا عملت صينيه كبيره دي وصينيه تانية صغيره اللي هي مقاس 24. تمام. هفردها في الحاله اللي زي دي. لو انت عايزه مثلا تعمليها وتجهزي لها وعندك عزومه ولا حاجه، في الحاله اللي زي دي ممكن تشيليها تغلفيها وتدخليها التلاجة، ما تحطيش عليها الكريمه. تمام. تاني يوم حطي عليها الكريمه، او تاني يوم اعملي الكريمه. ولو انت سيبتي الكريمه وعملتيها جاهزه برضو، تاني يوم فككيها على النار بشويه من اللبن او شويه من الميه، وهتبقى زي الفل. تمام. لكن احنا هندخلها على طول الفرن، فاستخدمناها على طول. تمام. فردت عليها الكريمه من على الوش كده وسويتها كويس. معايا بقى بيضه ومعلقه من الزبده وشعره من الفلفل الاسمر. تمام. هرب فيها البيضه بالشكل ده. لو انت هتحطي جبن ما تحطيش البيضه،
انا مش هحط جبن لان انا عامله الكريمه بلبن صافي. لو انت مثلا مخلطه الكريمه مع شويه من الشوربه، اللبن مع شويه من الشوربه، ممكن تحطي جبن. لكن انا مش عشان هي دسمه كفايه، فانا مش حاطه جبن خالص. وكمان انا بحبهاش بالجبن، يعني انا بحبها كده وهي بيضه افردها على الوش، والبيضه الواحده عملت بقى الصينيتين. تمام بالشكل ده كده. وادخلها الفرن ساخن طبعا لحد ما تحمر. انا بدني فاتحه لها الفرن يسخن كويس جدا، اسيبها حوالي نص ساعه او ساعه كده في الفرن، وبعد كده افتح لها الشوايه من فوق واحمرها. تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تهدى شويه وبعدين ايه نقطعها. انا كده مقطعها، هي كانت سخنه شويه عشان كده ما طلعتش سليمه قوي، لكن لما بتبرد وتهدى خالص بتطلع كأنك عاملاها بالمسطره. تمام بالشكل اللي قدامكم ده كده. كده الصينيه بعد ما قطعناها لما تهدى شويه تبقى هتقطع الخرطه بخرطتها. لو انتوا وصلتوا معايا لكده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والى اللقاء في فيديو جديد.